قناة ستوريفيرس سنترال. أعزائي المشاهدين، نتمنى منكم أن تشتركوا في القناة وتقوموا بتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. منذ القدم اشتهرت الصين باختراعاتها التي تركت أثراً كبيراً في العالم، منها صناعة الورق والطباعة والبوصلة والبارود. وقد غيرت جميعها وجه العالم إلى الأبد، والدليل أنها ما زالت تستخدم حتى يومنا هذا. وفضلاً عن هذه الاختراعات الأربعة القديمة، استمرت الصين بتقدمها وتطورها عبر السنوات، لتتصدر اليوم قائمة الدول الأكثر تميزاً في المجال التقني والعلمي والصناعي. فيما يلي أعظم ابتكارات الصين في مجال التكنولوجيا. أول روبوت طبي مؤهل. الروبوت الصيني زياي، المطور بتقنية الذكاء الاصطناعي، خضع لاختبارات الترخيص الطبي الصعبة في الصين عام 2017 ميلادي، واجتازها بكفاءة عالية ليصبح أول روبوت مؤهل لممارسة مهنة الطب. وتم تطوير هذا الروبوت بواسطة شركة ايفليتك، ويتميز بوظائفه الصوتية الذكية وقدرته على التعلم الذاتي، لكن بالرغم من ذلك لا تزال تقاريره بحاجة إلى توقيع الأطباء البشر. يتمتع الروبوت بقدرات التعلم الآلي والذكاء الصناعي التي تمكنه من تحليل بيانات المريض والأعراض المقدمة لاكتشاف الأمراض وتحديد التشخيصات المحتملة. بناء على التشخيص، يمكن للروبوت تقديم المشورة الطبية للمريض بشكل دقيق ومبني على الأدلة العلمية، بما في ذلك توجيهات حول العلاجات المناسبة والأدوية المناسبة. يمكن للروبوت متابعة حالة المريض على مدار الساعة، وذلك من خلال رصد مؤشرات الصحة مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وتذكير المريض بمواعيد تناول الأدوية والزيارات الطبية. يتيح للروبوت التواصل المباشر بين الأطباء والمرضى، حيث يمكن للأطباء استخدام الروبوت للتحدث إلى المرضى عن بعد وإجراء استشارات طبية عبر الإنترنت. يتمتع الروبوت بقدرة على التفاعل مع المرضى بشكل إنساني، حيث يمكنه فهم المشاعر والاحتياجات العاطفية للمرضى وتقديم الدعم النفسي والعاطفي اللازم. بالإضافة إلى الخدمات الطبية، يمكن للروبوت أيضاً تقديم الخدمات الإدارية مثل تسجيل المرضى وجدولة المواعيد وإدارة الملفات الطبية. كما لا بد أيضاً من الحديث عن آخر ابتكارات بكين لمواجهة جائحة كورونا والتصدي لها، حيث قامت بتصنيع روبوت يحارب الفيروس المستجد بالأشعة فوق البنفسجية والرذاذ المطهر لقتل مسبباته. أول بنك صيني تديره روبوتات وبدون موظفين. بنك صيني يفتتح أول فرع مصرفي بدون موظفين ويدار كلياً عن طريق الروبوتات. افتتح بنك التعمير الصيني، بحيث يعتبر ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، وأول فرع مصرفي بدون موظفين يدار كلياً عن طريق الروبوتات في مدينة شنغهاي.
ويقول البنك الذي يتخذ من بكين مقرا له إنه قام بالفعل بتركيب 1600 جهاز ذكي في فروعه البالغ عددها 360 في المدينة، وذلك لزيادة جاذبيته للعملاء المحنكين في التكنولوجيا وتقليص تكاليف الموظفين. وحسب ما ذكرته شبكة أخبار الصين، فبمجرد الدخول عبر الباب الأمامي للفرع، يستقبل روبوت ذا مظهر لطيف يدعي شياو لونغ العملاء بعبارة مرحبا بكم في بنك التعمير الصيني، ويبدأ في الإجابة عن استفساراتهم عبر تقنية التعرف على الصوت. وبعد محادثة أولية سريعة مع شياو لونغ، يمر العملاء عبر البوابات الإلكترونية حيث يتم مسح وجوههم وبطاقات الهوية، حيث إنه في الزيارات المستقبلية لهم سيكون التعرف على الوجوه كافياً حتى يتمكن النظام من الوصول إلى معلومات الخاصة بهم. تتم مقابلة العملاء مع روبوت آخر في البهو الخاص بالبنك، والذي يمكنه الرد على المزيد من الاستفسارات، وفي حالة عدم قدرة المساعدين الاصطناعيين على حل المطالب المعقدة، يمكن للبشر الحقيقيين التدخل. كما أن البنك مجهز أيضاً بالعديد من الصرفات الآلية الذكية القادرة على تقديم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك فتح الحساب وتحويل الأموال، وصرف العملات الأجنبية، والاستثمار في الذهب. بالنسبة للعملاء الذين يطلبون المساعدة البشرية، يتم حجز غرفة خاصة للدردشة عن بعد مع مدير علاقات العملاء عبر نظارات الواقع الافتراضي. ويوفر البنك شاشات للمستهلكين تحتوي على نقاط رمز الاستجابة السريعة، تلك الرموز الشريطية السوداء المعروفة باسم رموز كيوور لدفع ثمن الخدمات. كما تتوافر أيضاً آلة الواقع الافتراضي لعرض أحدث عروض تأجير المنازل من بنك التعمير الصيني. وهناك أيضاً عدد مذهل من الكاميرات الأمنية التي تعمل كحارس أمن بشري يختبئ عن الأنظار. وباتت الروبوتات تنتشر في العديد من جوانب الحياة اليومية في الصين، الأمر الذي أصبح يشكل مصدر قلق متزايداً حول فكرة استبدال العديد من الوظائف البشرية بالروبوتات. وتوقع خبراء أن يخسر 2.3 مليون موظف في قطاع التمويل الصيني وظائفهم بحلول عام 2027 بعد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي. وسبق أن قالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلاً عن دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية إن 23% من مجموع الوظائف البالغ عددها 9.93 مليون وظيفة في قطاعات المصارف والتأمين والأوراق المالية في البلاد ستتأثر، حيث أخذت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تكتسح مختلف مجالات التعاملات المالية مثل عمليات المقسط والتسويات والمدفوعات وتنفيذ العقود، مستغنية بذلك بشكل كبير عن العنصر البشري. أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في الصين. في الصين، تم تشييد أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في العالم، وهي معروفة باسم محطة طاقة شمسية هوانغهاي. تتكون المحطة من آلاف الوحدات الشمسية العائمة التي تثبت على سطح بحيرة ماء كبيرة. تم تصميم هذه الوحدات بحيث يمكنها تحمل التحديات البيئية مثل التآكل وعواصف الرياح. تعتبر الصين أكبر مستثمر في الطاقة المتجددة حول العالم، حيث خصصت 698 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة بين عام 2010 والنصف الأول من عام 2019. وفقاً لتقرير تدعمه الأمم المتحدة، كما تعد موطناً لأكبر محطة طاقة شمسية عائمة في العالم.
وبدأ تشغيل هذه المحطة بشكل رسمي اعتباراً من 2017، حيث يمكنها توليد 40 ميجاوات من الكهرباء، ما يكفي لتشغيل 15,000 منزل. تتمتع محطة الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية هائلة تبلغ حوالي 2.2 جيجاوات، مما يجعلها أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في العالم. توفر هذه القدرة الكهرباء اللازمة لتغطية احتياجات عدد كبير من السكان في المنطقة. تعتبر محطة الطاقة الشمسية العائمة استثماراً استدامياً واقتصادياً للصين، حيث تساهم في تحسين الأمن الطاقوي وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتحفيز الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة. استنساخ قردين لأول مرة في الصين. في الصين تم إجراء استنساخ قردين لأول مرة على الإطلاق في عام 2018. تم هذا العمل الرائد من قبل فريق من العلماء في معهد الأبحاث حول الاستنساخ والتكنولوجيا في الصين، وهو إنجاز علمي كبير في مجال البيولوجيا والجينات. استخدم العلماء تقنية الاستنساخ بواسطة خلايا جنين القرد، حيث قاموا بتحويل خلايا جلدية من قردة ماكاك البيضاء إلى خلايا جنين، ثم نقلوا هذه الخلايا إلى بيض مستبدلة وتم تطويعها لتطور الجنين، ومن خلال هذه العملية تم إنتاج قردين مثيليين للأصل. اقترب العلماء خطوة جديدة من استنساخ البشر بعد إعلانهم نجاح عملية استنساخ قردين في الصين، تعد الأولى من نوعها في العالم. فقد استطاع مختبر صيني إنشاء زوج متطابق من قردة المكاك التي تعتبر من أنواع قردة العالم القديم، وذلك باستخدام نفس التقنية التي استنسخت بها النعجة دولي. هذا الإنجاز البيولوجي له العديد من التطبيقات المحتملة في مجال البحث الطبي، مثل دراسة الأمراض المعقدة وتطوير علاجات جديدة، بالإضافة إلى فهم أفضل لعملية التطور والوراثة. ومع ذلك يثير هذا النجاح العلمي أيضاً العديد من الأسئلة الأخلاقية والقانونية حول استخدام التكنولوجيا الجينية والاستنساخ في البشر والحيوانات. وقد أطلق على القرد المستنسخ الأول اسمه تشونغ تشون، وولد منذ 8 أسابيع، فيما أعطي القرد المستنسخ الثاني اسمه هوا، وولد منذ 6 أسابيع. وصرح العلماء أن الاستنساخ تم عن طريق زرع حمض نووي في خلية بعد تعديل جيناتها الوراثية كي لا تتسبب بوقف نمو الجنين. وقال العلماء إن الجينات الوراثية لجميع القردة متشابهة، الأمر الذي سيكون مفيداً في الأبحاث المتعلقة بالأمراض البشرية. إلا أن منتقدي هذه الخطوة يرون أن هذا الأمر يثير مخاوف أخلاقية، إذ يجعل العالم أقرب من استنساخ البشر. وقال روبن لوفالبد، الأستاذ الجامعي في معهد فرانسيس كوريك في لندن، إن التقنية التي استخدمت لاستنساخ تشونغ تشونغ وهوهو لا تزال غير فعالة وخطرة. ورأى دارين بريفين الأستاذ الجامعي في جامعة كانت البريطانية أن هذه الخطوة ستكون مفيدة لدراسة الأمراض البشرية، إلا أنها تثير مخاوف أخلاقية. واستنسخت النعجة دولي منذ 20 عاماً في معهد روزالين في إدنبرة، وكانت هي المرة الأولى في التاريخ التي ينجح فيها العلماء في استنساخ حيوان ثدي. وقال الدكتور صن المشرف على البحث، إننا حاولنا عدة طرق لاستنساخ القردة، إلا أن طريقة واحدة نجحت، موضحاً أن كانت هناك الكثير من الإخفاقات قبل أن تنجح عملية الاستنساخ.
وأكد العلماء أنهم اتبعوا مبادئ توجيهية دولية صارمة للبحوث الحيوانية. الصين تبدأ في إنتاج سيارة كهربائية طائرة. تبدأ شركة إكسبند الصينية عام 2024 في إنتاج النماذج الأولى من سيارة إكسبند X2 الكهربائية الطائرة. وقد تم الكشف عن نموذج لتلك السيارة لأول مرة في معرض كيتكس كلوب 2022 في دبي، حيث أقلعت السيارة وهبطت على الأرض عمودياً. أما الصين فكشفت عن سيارتها الكهربائية الطائرة في العام الجاري في معرض شنغهاي للسيارات، وتتسع السيارة لشخصين وبلغ طولها نحو 5 أمتار وعرضها 4.78 متر وارتفاعها 1.36 متر. وحسب المعلومات الواردة من الشركة المصنعة للسيارة الطائرة، فإن وزنها بلغ 560 كيلوغراما. أما وزنها المسموح به عند الإقلاع فبلغ 760 كيلوغراما، بما فيه 200 كيلوغراما من الحمولة المفيدة. ويمكن أن تحلق إكسبند X2 على ارتفاع حتى 1000 متر بسرعة 130 كيلومترا في ساعة، ويمكنها أن تبقى في الجو لمدة 35 دقيقة دون أن تشحن بطارياتها. وهناك نسخة مسيرة من سيارة سبند X2 الكهربائية الطائرة، ويمكن كشف السيارة بواسطة رادار، وتم تزويدها بمظلة تعمل أوتوماتيكياً، فضلاً عن بعض الوظائف المهمة الأخرى. وتخطط الشركة للبدء في مبيعات سيارتها الكهربائية الطائرة بحلول عام 2024، بينما لم تذكر الشركة سعر سيارتها الطائرة. أعزائي المشاهدين، نتمنى منكم أن تشتركوا في القناة وتقوموا بتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.